هو جالي هيبقى زي ما قلت لك العكس بقى. احنا بنقلب اي لاعب مع عبد الله السعيد راح كل الناس قالوا ايه؟ احتراف. احتراف وانت ياما خدت يا اهلي وانت فضيت الاسماعيلي. طب خلاص انا بفضي الزمالك، سيبني بقى. كل واحد اللي يعرف يفضي يفضي، انت عايز اللي عايز يفضي والله، اللي عايز يفضي يفضي، اللي يعرف يفضي التاني يفضي بس. انا شايف الاحتراف اصلا دلوقتي مش حاجه اسمها انتماء، مش حاجه اسمها انتماء، مفيش الكلام ده. انا حتى لعيبتي بقول لك، انا لعيبتي طبعا بيلعبوا الاهلي وقيموا، عارفين ان في كاس عالم وعارفين ان، بس اللي في نفس الوقت كل اللعيبه اللي بتلعب عارفه ان الاهلي فيه فلوس، عارفه ان الاهلي بيدي فلوس بالتزام، بتلعب لاجل هذا الموضوع. والدليل ان انا كل لعيبتي لو جالها عروض من بره كده تمشي. اللي بيجي له عرض من الخليج حمدي فتحي ما هو مشي. بس انت شايف ان زيزو هينجح مع الاهلي؟ طبعا طبعا. عقليته تقول كده مع الزمالك، لان انا بشوف ان مثلا لعيبه الزمالك انا ما شفتش يعني اخر مثلا 25 سنه انا ما شفتش لاعب في الزمالك بالعقليه دي الا محمد عبد الشافي. طبعا محمد الشافي ده حاجه اصلا انا بحبه جدا. يعني لو قلت لي مين في تاريخ الزمالك كله بتحبه، محمد عبد الشافي ده حاجه حاله بالنسبه لي. طيب حاله. بالنسبه للناس اللي بتقول ان وجود زيزو في الاهلي بالرقم ده هيبوظ اوضه اللبس، شايف المقوله دي ايه؟ معلش انا اقول لك حاجه. الاهلي اولا بيعرف ازاي يعدل في الموضوع ده في حته الفئات اللي عنده، فئه اولى وثانيه وثالثه، هو بيبقى كل لعيب ويعمل فئه بيقدره. اولى مميزه الفتره بس خلاص حلو جميل قوي. بخلاف معلش يعني بس برضه يزعل، ما هو يزعل ايه؟ ما انا لما اجي دلوقتي ابص للفرقه، انتوا معلش كلكم فلوسكم قريبه من بعض. يعني زيزو هياخد كام مثلا؟ يعني مثلا 35. سيبك من اللي من بره ده اكتر، لان امام بياخد من بره اكتر، لان بن شرقي ياخد من بره اكتر، لان الشناوي بياخد من بره. اللعبه دي كلها عندها معلنين بره الموضوع ده، صح، منهم كله تبع النادي، كله في دايره النادي. وانا بشوف ان واحد زي زيزو ده لا عادي، لو هو اعلى لاعب في الفرقه عادي مش مشكله، مش مشكله. يبقى هو وامام وتريزيجيه وفي لعيبه معينه وبن شرقي، اللعيبه دي اللي سعرهم قريب من بعض عادي. زيزو عدى شويه، زيزو جاي فري. زيزو انا لو مثلا هو اخذ من حته وكده عشان كده بالظبط. زيزو دلوقتي لو انا مثلا راح اشتريه من اي نادي، اروح احترف مثلا في الخليج او راح احترف في اوروبا مثلا، وانا راح اشتريه من النادي، اقل حاجه هدفع 3 مليون دولار. 3 أقل مليون دولار. حاجة. فلما زيزو تيجي تقول لي هياخد مثلا 2.5 مليون دولار، فلا عادي، في لاعب جاي لي فري ووالده ياخد، ما والده ياخد، ما هو مش وكيل اعماله. وكيله مش معنى بقى بنزعل من وكيل اعمال لما ياخد فلوس نقول برافو ده وكيل اعمال هو اللي جاب لنا. لا طبعا انا بابا شايف وكيل موضوع اعماله، والده ده صراحه عادي، وكيل براحته، وكيله براحته ياخد اللي هو عايزه. فانا شايف ان هو هينجح ان شاء الله عشان عقليته مختلفه ويعمل مشاكل في اوضه اللبس. لا الاهلي ما عندوش الحته دي. الاهلي اصلا مشاكله في اوضه اللبس ما بقتش في لعيبه معاها فلوس، هي مشاكل تانية جانبيه خالص. زي يعني مثلا انا ما بحبش ده، ان انا اسمع لعيب مثلا بيعترض وخارج يشوط بتاع لعيب يعترض على الكابتن. حتى لو مثلا الكابتن، انا ممكن اكون شايف ان في كباتن في النادي الاهلي هم لا مش الشخصيه بتاعت الاهلي القديمه، لكن في نفس الوقت ما فيش لاعب يتجرأ ويزعق لهم. انا كنت زعلان من موضوع اخي مؤخر بتاع امام عاشور ورامي اللي بيعملوا انا بص مش عايز اعرف في ايه اصلا، هم اصحاب وحبايب واخوات. انا ما بحبش اشوف كابتني واحد عمال يكلمه كده واثنين بيحوشوا انت بتتكلم كابتن كده ليه؟ الله يمسيك بخير حسام يا غالي. يعني كانش حد يقدر ينطق، اقسم بالله ما حدش يقدر ينطق فعلا قدامه. كان بيزعل لعيبه ويشخص فيهم ويشوح لهم في الملعب. اللاعب مش عامل كده. انت عارف دلوقتي اي كابتن يزعل للاعب من الاهلي يعمل له كده تلاقيه بيرد عليه. ده مش الاهلي، وانا هفضل اشجع بالفكره دي ايا كان الناس. بس ده وقته صح تتكلم على امام تاني، اتكلم على اللي انا عايزه. انا بتكلم في مصلحه الاهلي، بتكلم على اللي انا عايزه، لان البني ادمين خطائين.